تفتكري ينفع نعالج التجاعيد والخطوط الرفيعة قبل ما تظهر ولا خلاص لازم نستسلم لها؟ عايزاكي تبقي عارفة انها بتحصل بشكل طبيعي جدا بعد سن ال 25 لان الكولاجين بيبدأ انتاجه يقل وطبقات الجلد بتبدأ ترفع مع الوقت. بصي هي الواحها كتير قوي بس طبعا شكلها ممكن ما يعجبكيش وده حقك طبعا، عشان كده انا جايه اقول لك ازاي تعالجيها لو ظهرت وازاي تقللي من ظهورها لو لسه ما ظهرتش. بصي لو عايزه تحليها ودي بمنتجات تستمري عليها هاتي سيرامات فيها ريتينول، يا سلام لو فيها مرطبات عاليه زي انفينيتي او كولاجرا او سي لاين او نيتفز، ومرطبات تكون مناسبه لنوع بشرتك بس اهم حاجه يكون فيها سيرامايد وهايلورونيك اسيد او سنتيلا زي مدغشقر او تيترا هايدرو، وواقي شمسي طبعا على حسب نوع بشرتك. اما بقى لو عايزه حاجه سريعه تنجز معاكي وتجيب من الاخر روحي عياده الجلديه هيعمل لك حاجه من دول، يا اما ليزر يا اما مايكرو ديرمابريجن او ديرمابريجن او حقن فيلر بالهايلورونيك اسيد او حقن امبولات كولاجين او بوتوكس. طب هي لو لسه ما ظهرتش هنلحقها ازاي؟ بصي هتحطي سان سكرين كل ما تنزلي من البيت وهتشربي ميه، وانا ما بهزرش عشان ما تندميش، وكلي اكل كله مضادات اكسده وبروتينات عشان تكون كولاجين زي الافوكادو والشاي الاخضر والجزر والسلمون، ومرطب يكون فيه سيرامايد وهايلورونيك اسيد وبيبتايد، ويا سلام لو كان سيروم، وامنعي فكره السكر او فكره انك ما تشيليش الميك اب بتاعك كل يوم، وبرضه هتشربي ميه. لو عندك اي سؤال اكتبي لي في الكومنتس وما تنسيش السبسكرايب.